بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا من جديد في هذا الفيديو الذي سنقدم من خلاله الجزء الثالث من درس النواة الكتلة والطاقة الذي يندرج ضمن مجزوءات الفيزياء النووية. Bienvenue dans ce vidéo dans lequel on va présenter la troisième partie du cours Noyau, masse et énergie qui s'intègre dans le chapitre associé aux physiques nucléaires. Le paragraphe dans lequel on va traiter la fission et la fusion nucléaire. الفقرة التي سنتطرق من خلالها الانشطار والاندماج النوويان. رأينا عند تحليل المنحنى أنسطون أن النواة الثقيلة تتوفر على عدد هائل من النويات، وبما أن الحجم ديال النواة يكون كبيرا جدا فالمسافة الفاصلة بين هذه النويات يعني البروتونات والنيوترونات بعضها مع بعض تكون هذه المسافة كبيرة جدا، وإذا زادت المسافة بين النويات تقل شدة القوة النووية التجاذبية، وإذا قلت شدة قوة التجاذب النووية تقل الطاقة النووية بصفة عامة داخل النواة، وتقل معها طاقة الربط النووي بين هذه النويات، مما يجعل النواة غير مستقرة. ويزيد من عدم استقرار هذه النواة الثقيلة توفرها على عدد كبير جدا من البروتونات التي لها نفس الشحنة، وبما أن هذه البروتونات لها نفس الشحنة فهي تتنافر. تزيد قوة التنافر الكهروساكن الكبيرة جدا بسبب العدد الهائل ديال البروتونات لهذه النواة الثقيلة من عدم استقرار هذه النواة وجعلها نهاية نواة عندها قابلية للانشطار، قابلية لأنها تنقسم. ولكن هذه النواة الثقيلة لا تنقسم ولا تنشطر من تلقاء نفسها، بل لا بد أن تتعرض إلى تحريض خارجي، إلى تأثير خارجي نووي لكي بطبيعة الحال تنشطر إلى نواتان أقل ثقلا من النواة الشطورة الأساسية اللي هي عندها عدد كبير جدا من النويات، وهذا ما نسميه بالانشطار النووي. إذا الانشطار النووي هو تفاعل نووي محرض. كيف ذلك؟ تكون عندنا واحد النواة اللي هي هذه نواة ثقيلة جدا. شرحنا الأسباب ديال أنها علاش كتكون عندها قابلية للانشطار، لأن هاد النواة تكون أصلا غير مستقرة. عندما نقذفها بنيوترون، هاد النيوترون عنده واحد الحرارة، هو حراري، وعنده أيضا طاقة حركية، وعنده أيضا سرعة. ملي كتكون السرعة ديالو بطيئة يعني لا تتجاوز 2 كيلومتر بار سكوند، لأن اعتياديا النيوترونات لها سرعة كبيرة جدا، يؤدي اصطدام هذا النيوترون بهذه النواة اللي هي ثقيلة اللي هي عندها قابلية للانشطار شطورة، نقول بأنها نواة شطورة النويو فيسيل، يؤدي ذلك إلى انشطارها إلى نواتان أقل ثقلا منها، وكنسميوها نواتان خفيفتان. دونك النواة مثلا بحال دابا في الحالة ديال اليورانيوم 235 عندما نقذفه بنيوترون فهو ينشطر إلى النواتين بي أ و كي ار، دونك الباريوم والكريبتون مع انبعاث بطبيعة الحال، وينتج عن هذا الانشطار 3 نيوترونات وطاقة حرارية كبيرة جدا تنتج عن التحول النووي للأورانيوم إلى الباريوم والكريبتون. ال3 نيوترونات أيضا الناتجة عن هذا التحول الأورانيوم إلى الباريوم والكريبتون هي عندها سرعة وعندها طاقة حركية، فإذا صادفت في طريقها نواة لها قابلية للانشطار، نواة شطورة، يؤدي اصطدامها معها إلى انشطار تلك النواة وتحرير الطاقة وتحول تلك النواة إلى نواة أخف، وينتج أيضا عن الانشطار الثاني 3 نيوترونات. هذه النيوترونات أيضا لها طاقة حركية ولها سرعة، فإذا صادفت في طريقها أيضا نواة أخرى شطورة فيؤدي اصطدامها معها إلى تحرير طاقة كبيرة وتحول تلك النواة، فينتج عن ذلك سلسلة من التحولات النووية المحرضة اللي هي سلسلة من التحولات ديال الانشطار النووي التي تحرر خلالها طاقة حرارية كبيرة جدا إذا تم التحكم فيها وتحويلها إلى شكل من أشكال الطاقة التي يحتاجها الإنسان. لا شك أنها ستغطي احتياجات الإنسان
في مجالات متعددة لمدة طويلة لأنها طاقة ضخمة جدا. Donc la fission nucléaire est une transformation nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd, comme bien sûr ici l'uranium 235, qui est appelé noyau fissile, se divise en deux noyaux plus légers après avoir absorbé un neutron thermique qui a une vitesse très faible, ne dépasse pas 2 km par seconde. Cette réaction libère bien sûr une grande quantité d'énergie thermique, plusieurs neutrons aussi, qui est capable de fissionner autre noyau fissile et deux noyaux légers qui sera produit de cette fission. On modélise cette transformation nucléaire provoquée par l'équation de réaction suivante. ينتج التحول النووي المحرض الذي أدى إلى انقسام نواة اليورانيوم معادلة التحول النووي التالية، بحيث تكتب المتفاعلات في اليسار والنواتج في اليمين، حيث أن النيوترون عند اصطدامه بالأورانيوم أدى ذلك إلى انشطار نواة الأورانيوم وتحولها إلى الكريبتوم والباريوم مع بعث 3 نيوترونات. وتخضع هذه المعادلة إلى قوانين صودي للانحفاض، بحيث يساوي مجموع عدد النويات للمتفاعلات عدد النويات أو إجمالي عدد نويات النواتج، كما يساوي إجمالي عدد البروتونات للمتفاعلات عدد بروتونات النواتج. Donc cette équation qui modélise bien sûr cette transformation nucléaire provoquée qui est la fission nucléaire subit aux deux lois de Soddy de conservation, la conservation du nombre de nucléons entre les réactifs et les produits, et aussi la conservation du nombre de charges entre les réactifs et le produit. كاين هنالك أمثلة أخرى لتفاعلات الانشطار النووي، مثلا لنواة الأورانيوم اللي هي شطورة وعندها قابلية للانشطار، وعندما تنشطر ما كتعطيش دائما نفس النواة بل تعطي نواة أخرى على حسب كل نواة ديال الأورانيوم والحالة ديالها كيفاش دايرة وكتعطي يعني. وفي الظروف حتى إلا تغير هنا السرعة وتغيرات ظروف معينة ديال التجربة يؤدي ذلك إلى نواتج أخرى. دونك كنشوفو هنا نماذج أخرى لانشطار الأورانيوم إلى السيرينيوم والإكزينون مع بعث جوج ديال النيوترونات، أو انشطار أيضا الأورانيوم 235 وتحوله إلى السيزيوم وإلى الريبيديوم مع انبعاث 3 نيوترونات. إشارة فقط إلى أن هذا النوع من التحولات ديال الانشطار النووي هي راه كتعطى في الامتحان الوطني، وبالتالي يجب كتابة معادلتها. وعند كتابة المعادلة يجب أن نكتب هما كيعطيوك المتفاعلات وكيعطيوك النواتج، أو يتم الإشارة إلى النواتج. يقدر يعطيك هنا مثلا هنا إكس بلاصة 3 يعطيك هنا إكس، وهنا بلاصة فاد بي أ راه غادي يدير لك هنا إكغيك وغيدير لك هنا زد مثلا، وغادي يقول لك حاول تكتب لنا المعادلات. تكتب المتفاعلات في اليسار والنواتج في اليمين، وطبق قوانين صودي كما رأينا في كتابة المعادلة بطريقة صعبة، ماشي بحال اللي كيكتبوها البعض يعني كيجي مباشرة كيكتب المعادلة. ما غاديش تصدق هذيك القضية في الحالة هذه، لأنه ضروري خصك دير هنايا القوانين ديال الانحفاض ديال صودي لكتابته. وكنكتبوا قوانين الانحفاض ومن هنا نستخلص العدد زد هو العدد إكس ديال النيوترونات الناتج عن تفاعل الانشطار النووي. إذا ضروري من المرور عبر قوانين صودي والطريقة التي رأيتموها في بداية الدرس في الفيديوهات السابقة. هذا فيما يتعلق بتفاعل الانشطار. الآن نمر إلى التفاعل الثاني. قلنا بأن النواة الخفيفة هي نواة اللي هي عندها طاقة ربط للنواة أو طاقة نووية ضعيفة بسبب أن عدد النويات ديالها ضعيف جدا. إذن هي عندها قابلية ليس للانشطار وإنما العكس للاندماج عندما تكون ظروف ملائمة كدرجة الحرارة مرتفعة جدا توصل ل 10 أس 8 كلفين، ولا ضغط اللي هو كبير. ربما هاد درجة الحرارة وهذه ممكن نديروها تجريبيا، ولكن هي كاينه في النجوم مثلا في الشمس راه كاين عندنا هاد التفاعلات ديال الاندماج كثيره بزاف، لان درجه الحراره يعني مرتفعه جدا. دونك الاندماج النووي هو تفاعل نووي محرض يتم خلاله اتحاد نواتين خفيفتين لتكوين نواة أثقل تكون أكثر استقرارا، بفعل أن لديها نويات اللي هي عدد أكبر وطاقة ربط أكبر، وبالتالي تكون أكثر استقرارا من يعني النواتين
اللتان اندمجتا بداية لعدم استقرارهما ولأقلية عدد نوياتهما. Donc, qu'est-ce que cette fusion nucléaire? La fusion nucléaire, une réaction nucléaire provoquée dans laquelle deux noyaux légers, par exemple ici le tertium et le tritium, ils se fusionnent pour donner l'hélium et un neutron. Donc cette réaction, c'est une réaction de fusion qui va nous produire un noyau plus stable qui est le hélium, et plus stable que le tertium et le tritium. كاين أمثلة أخرى، مثلا نواتي الهيدروجين يمكنهما أن تندمجا، وهذا التفاعل راه كاين عندنا في الشمس وأيضا في نجوم أخرى اللي كتكون تتسم بدرجة حرارة مرتفعة، يؤدي ذلك إلى يعني إنتاج الثريثيوم ونيوترون. ممكن للتريتيوم أيضا حتى هو الناتج هنا أنه يندمج مع نواة مماثلة له من أجل أن يعطي الهيليوم. ممكن أيضا البيريليوم مع الهيليوم أن يعطي يعني الكربون. إذا كل هذه التفاعلات هي تفاعلات للاندماج تنتج نواة اللي هي يعني أكثر استقرارا من النويدتين الخفيفتين اللتان تكون غير مستقرة في حالة طاقية غير مستقرة، وتحتاج إلى الاندماج من أجل رفع من طاقة الربط ومن الطاقة النووية. هذا كل ما يتعلق بتفاعل الاندماج النووي. حتى هو تفاعل الاندماج النووي يعني يخضع لقوانين صودي كما تلاحظون، لانخفاض عدد النويات بين المتفاعلات والنواتج، وانخفاض الشحنة ديال أو عدد البروتونات بين المتفاعلات أيضا والنواتج.